السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة أوفر أكلة. هنعمل النهاردة كده مع بعض رز معمر وبطاطس كده ومعاها فراخ في الفرن. إن شاء الله يا رب تعجبكم بأمر الله. بصي الرز ده كده بعد ما غسلته، ده كيلو رز، هملحه وهقلبه كويس في الملح كده، وبعد كده هنزله في الصينيه دي. انا دهن الصينيه سمن، هنزله بقى فيها وهنزل عليه اللبن كده. انا حطيت الرز في الصينيه اهو، حطيت عليه الملح، هحط عليه بقى حته سمن وهقلبها كويس كده فيه. هنزل بقى باللبن على الرز، مش هحط قشطه، هي قشطه اللبن هتخلي لي الرز كده هطعمه. وهولع عليه من فوق، مش هدخله الفرن. ليه بقى اولع عليه من فوق الاول؟ علشان كل الدهون اللي في الرز دي تطلع فوق الوش، فلما احطه في الفرن ياخد مني وش حلو من غير ما احط له قشطه تاني. هي قشطه اللبن بس كفايه قوي كده. بصي انا ولعت اهو على الرز المعمر، ماشي. هغطي بقى عليه بس اتابعه علشان ما يفرش مني. اول ما الاقيه كده ان هو هيغلي او غلي، يعني اول ما الاقيه غلي هروح منزلاه بقى في الفرن، اولع عليه الفرن لما ياخد سواء اولع الشوايه. بصي انا واقفه اهو جنب الرز علشان ايه، بصي هو بدأ يفور اهو، فعشان ايه ما يفرش مني ويدلق اللبن ده كله خساره طبعا، والسمنه والقشطه بتاعت اللبن كل ده خساره طبعا اكيد يعني. فانا مستنياه بقى لغايه لما الاقيه غلي كده غلوه كويسه، والف كده، الف الصينيه كده علشان ايه يغلي من كل الجوانب يعني. وبعد كده بقى هدخله الفرن على الفرن، بس لما الاقي الرز اتشرب خالص اللبن اللي فيه كله هروح بقى مولعه عليه الشوايه واوريهولك لما يطلع بقى شكله ايه. بصي كده حلو بقى، خلاص هدخله بقى ايه على كده الفرن. بصي بقى كده هو شرب خلاص كل اللبن، وكمان لونه بدأ ياخد وش، بس انا مش عايزاه ينشف قوي، فهولع عليه الشوايه. شايفه الوش ده؟ انا ما حطيتش قشطه، هي القشطه بتاعت اللبن بس، عشان غليته غلوه على البوتاجاز من فوق، فكل الدهون اللي في الرز طلعت فوق الوش، والدهون اللي في اللبن وكله، فكده كده هياخد لون من غير ما تحطي قشطه ولا حاجه. هي قشطه اللبن بس كفايه. بس هي التركه في ايه؟ انك تسيبيه يغلي غلوه كده بس على النار. بصي هو كده خلاص اهو تحت الشوايه، خلاص انا المفروض كده اطلعه. انا بوريهولك بس، لكن انا هطفي الفرن خلاص والشوايه وهطلعه. جربوا الطريقه دي، موفره، ما بتحتاجش قشطه، وكمان طعمها جميل. وبصوا لونه حلو ازاي، الف هنا. ده كده وصل، انا مقطعاه ودي قطايه. احط بقى عليهم شويه فلفل كده وشويه ملح واتبلهم في بعض، وبعد كده احط عليهم بقى ايه الفراخ اهي، انا غسلاها ومجهزاها، هكملهم على بعض. بصي كده انا قطعت كل الحاجات اهي، هنزل بقى عليها بالوراك بعد ما ادعكها كده كويس قوي في بعضها كده، عشان ادخل الملح والفلفل اللي انا حطاهم في البصله، ادخلهم في الجزر والبطاطس والبصل المتقطع والفلفل الشرايح ده كمان. الحاجات دي كلها بتدي روايح حلوه جدا لصينيه البطاطس. هحط بقى الوراك واوريكي. بصي كده بعد ما حطيت بقى الفراخ وقلبت الحاجه في بعضها كويس، وولعت بقى عليها على البوتاجاز من فوق عشان ما تاخدش مني وقت كتير في الفرن. لما الاقي البطاطس استوت هدخلها بقى الفرن وهولع عليها الشوايه عشان الفراخ تاخد لون. بصي هي كده غليت صينيه البطاطس، هوطي بقى عليها خالص عشان انا مش عاوزه ازودها ميه، عاوزه ميه الفراخ هي اللي تسوي البطاطس، فهوطي عليها بقى خالص وهغطيها برضو تاني. ودي هنا اهي الفراخ ما حطيتلهاش لسه ولا نقطه ميه، ولا ان شاء الله مش هحط لها، مش هحتاج ان انا احط لها يعني. هفضل سايباها كده ايه، موطيه عليها على الاخر تستوي على اقل من مهلها عبال ما الرز كمان يتعمل. بصي انا طلعت الرز من الفرن وحطيت بقى الفراخ، بس مش هولع الشوايه دلوقتي، هسيبها من تحت كده لغايه لما البطاطس تستوي، وبعد كده بقى هطلعها فوق الشبكه وهولع عليها الشوايه. بصي كده بعد ما استوت اهي صينيه الفراخ بالبطاطس، ودي كمان الرز اهو. اكله تعتبر مش مكلفه قوي، ان الوراك طبعا صغيره، ممكن تعمليها بفرخه كامله، ممكن تعمليها بوراك بس زي ما انتي حابه. بس انا حبيت ايه اقولك على التركية اللي هي في الرز المعمر، اللي هي لما تيجي تعمليه تولعي بس العين عليه من فوق شويه، فتطلع كل القشطه وكل الحاجه اللي في اللبن، الدهون والسمنه وكل حاجه انتي حطاها تطلع فوق الوش كده، فتديكي وش من غير ما تحتاجي ان انتي تشتري قشطه تاني غير بتاعه اللبن. هي قشطه اللبن وخلاص على كده. الف هنا.